كلمني. شو بدك السكر؟ حط على المربى. على مربى سكر؟ دخيلك انت شو مفتقه؟ كوميديا. كوميديا. يلا يا جماعه انا خلص. تعال على ابوها. دايم ان شاء الله. ان شاء الله صحه. خلص ماما. يلا سلام. الحمد لله. سلام. وين كلكم بسرعه هيك دفعه واحده؟ امتى بدك تروح لعند الدكتور؟ يلا كل شيء. لا سلامتك. سلامتك. الله معك. موفق. تركيا لسه ما خلصت. ان شاء الله صح. شبك ابو كريم؟ شبني عم تفرج على حالي بالمرايه. يو وشبك؟ والله بتجنن، احلى دقن واحلى شيبه. ايه بس الزمان عم يقول لي غير هيك. عم يقول لي حاجتك خلي دور لغيرك. دخيلك شو بتحملها اكثر ما بتستاهل. يعني برايك يا ام كريم ما راحت علينا؟ إيه؟ انت ليش هيك عم تحكي؟ عم بحكي هيك لاني واقعي. ها والواقعيه بتقلك تكون يائس؟ بالعكس ابدا. انا عم فكر تحت الزمن. عم فكر بشيء مهم جدا. خير، اللهم اجعله خير. بشو بدك تفكر؟ انا عم فكر اني ادور على شغل. ايه بس انت صار لك اكثر من 40 سنه عم تشتغل وحلك ترتاح. يلا روح على الموعد تبعك وقيم هالافكار من راسك. شو تضايقت من التقاعد؟ والله ما حلك. يا ام كريم الاولاد خاطبين وعلى وش جواز، يعني مو حلوه نهائيا اني اخذ منهم مصاري. وليش مو حلوه؟ هلا هن مالهم عم ياكلوا ويشربوا ويناموا بالبيت. بعدين ما شاء الله كان كريم دكتور اسنان وسعد مدرس بالمدرسه. شو فيها اذا دفعوا جزء بسيط من رواتبهم وساهموا بمصروف البيت؟ لك والله حالتهم بتقطع القلب. حاجه بقى اترك هالافكار وفكر بحالك شويه. بعد 40 سنه بالوظيفه شو طلع لك دخلك؟ معاشك التقاعدي يا دوب يعيشنا اسبوع. ومشان هيك انا لازم دور على شغل. لا، انت من حقك ترتاح، من حقك تعيش بهدوء وراحة بال بعد ما تعبت كل هالسنين. يلا اذهب إلى موعدك وخليني التفت لشغلي أحسن ما أزعل منك. ها لا كل شيء إلا زعلك، لا تزعلي. بكفيني أبو منير شلون بيزعل وبينرفز لما بغلبه بالطاولة. الله معك، الله معك، الله معك. سلم لي عليه. ايه الله يسلمك. 1 2 موطني موطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباك في رباك الحياة والنجاة والرجاء والهناء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ سمك تبلغ سمك موطني موطني.
ايمتى عم تشعل؟ يعني من شي اسبوعين 3. السؤال عم يرافقه بلغم شي؟ لا. شرف لعندي. عم ترتفع حرارتك شيء؟ احيانا يعني درجه وشحطتين هيك شيء. كيف شهيتك للاكل؟ يعني انا ما بشعر بقابليه الاكل. وبالاصل انا ما بحب الاكل كثير. عم بيخف وزنك شيء؟ دكتور ليش الاسئله؟ لا تخاف، هي اسئله روتينيه. على العموم نحن لازم نحدد المرض بدقه. انا شاكك بوجود التهاب بالصدر. عم شوف مشحات من الدم مع السعال؟ ايه بس مو دائما. طمني دكتور، في شيء معي؟ مثل ما قلت لك انا شاكك بوجود التهاب بالصدر. على العموم حتى نطمئن اكثر لازم تعمل صوره شعاعيه مع تحليل الدم. ايه وبعدين؟ خلاص يا ستي هانت عن جد. عن قريب ان شاء الله رح نستلم مفتاح البيت من الجمعيه السكنيه. سمعنا هالكلام كتير. لا هالمره عن جد، هالمره مؤكده، اخبار مؤكده، طمني. طيب اذا جاهز ليش ما بيسلمونا اياه ونسكن فورا؟ فورا هيك؟ بدون مي، بدون كهرباء، بدون طينه، بس البيت على العظم يا حبيبتي. إيه روحنا رح تطلع. والله لو كان بيت السلطان قمر الزمان كان خلص. حلوه هي بيت السلطان. شو حكايته بالله؟ بتلاقيها ب1000 ليله وليله. على كل حال ولا يهمك، انا الا ما اعمل لك عرس ما صار حتى ب1000 ليله وليله. يعني بدي طير حواليك هيك شي 1,000,000 حمامه واقعد غني لك يا ريتني طير لا طير حواليك. اشربي ما تشربي. وهيدي شيش. الخطبة طولت يا أبو كريم، والولاد صار لهم أكثر من سنة مخطوبين، وابنك سعد لحد هلا ما فتح معي موضوع الزواج. هلا كل ما لقيت حالك بدك تنغلب بالطاولة تفتح لي سيرة سعد وسماء. هي سكرنا الطاولة. شو استفدت من هالشغلة؟ ما جاوبني على سؤالي. ابنك سعد ايمت ناوي يتجوز؟ يا سيدي اللي بيحدد هالشيء لا أنا ولا سعد. لكن مين؟ أنا؟ أصلاً أم منير ما كانت موافقة، وأنا اللي أقنعتها لأنك صديق عمري. إيه تشكر سيدي. لك يا أبو كريم، يلي بيحدد زواج بنتك من ابني هو كريم مو أنا. طيب شو دخل ابنك كريم بالموضوع؟ يا أبو منير صرت حكي لك إياها 100 مرة، ما بنقدر نزوج سعد قبل ما يتزوج كريم، وكريم ما بيقدر بيتجوز إلا ليستلم بيت الجمعية. يلا خلينا نكمل بالطاولة، رح تطقني. بتضحك مو هيك؟ خليك شوي. خلاص مضمض وتعال عندي يلا. راح اكتب لك على دواء حب مضاد التهاب، مضاد حيوي يعني، تاخده كل 6 ساعات مرة. ايمت بده يفك البنج دكتور؟ من هون لساعتين ان شاء الله بيفك. هلا انت رح تحس انه فكك على طول حيبقى مخدر، بس ان شاء الله ما بيطول، بيزول بسرعة، بس انت لا تاكل لا تشرب من هون ل3 ساعات بس. امرك دكتور. يا ابو عبدو شو امرته دكتور؟ مور دكتور. بسيطة خليها عليك. ناخذ الشاب لعندك خليه يستريح شوي، يمكن يحس بشوية دوخة. امرك دكتور. حاسس بشوية دوخة بس لا تخاف وصل البيت. هي على كل حال بتطمن ما في شيء بخوف. شو امرته دكتور؟ 100 ليرة بس بكفي. تفضل دكتور. شرف. يعطيك العافية. الله معك.
دكتور ايه وقت العياده خلاص، ويعني ما ضل زباين. ايه روح انت، الله معك ابو عبده، روح. شو بك ابو عبده، شو بدك؟ يعني انا حابب احكي معك شغله دكتور. اتفضل. يعني دكتور انت ما اخذت من الزبون اكثر من 100 ليره، وابره البنج لحالها بدها هذيك الحسبه. ابو عبده لا تكون طماع، نحن عيادتنا بحي شعبي، الناس يعني تعبانه وفقيره، يا دوب تطالع حق اللقمه، الله يعينهم. ويعيننا نحن كمان، ويرفعنا لشي حاره لفوق، لانه اذا ضلينا بهالحاره ما راح توفي معنا بنوب بنوب. الله كريم، الله كريم. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام، الله معك، مع السلامه. الو، علي وفاء يا حبيبتي، لكن طالع عليك عم اشرح. ليناتك انتي؟ من نفس المكان؟ خلص، لا ما راح طول، جايكي فورا. باي باي. شو صار معي؟ مرضت. معناها رح ناخذ منير معنا. ايه انا موافق، صار لي زمان ما رحت على السينما. منير هلا امك ما رح تقتنع. خلص خلونا هون احسن. ايه خلونا هون، يعني كمل عزف، شو بالقعدة هون؟ ايه موجودة. نعم. غلي قلبك ليش ما اجت لعندك لهلا؟ لا تقبريني، لا يغلي قلبك، ليك عم تلبس وجاي لعندك. ايه طيب، لحظة. لك ليش هيك عم تحكي على المخلوقة قدام الرفقاتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شو عملت معك المخلوقة؟ آخ يا أبو فاخر، هلأ صار لها 2 متجوزة ولهلأ ما جابت لا ولد ولا تلد، لا وبتعمل لي مشاوير لعند رفقاتها كمان، بس الحق مو عليها، الحق على ابنك يلي تارك لها الحبل على الغارب. يا لطيف، يا لطيف من كيد النسوان. مساء الخير عمو. ليه؟ الو. هاي. شو بي؟ لسه ما تأخرت؟ طيب خلص. بدي عليكي شو بصلتك محروقة. لا خلص مسافة الطريق وجاية، ايه؟ يلا باي. باي. ايه باي. يلا عن اذنكم. الله معك. درس الهمزة المتوسطة من أسهل الدروس، منشوف حركة ما قبله ومنكتبها بحسب الحركة الأقوى. يا ترى شو هي أقوى الحركات؟ الكسر عنسة، بعدين الضم، بعدين الفتح. برافو عليك يا شاطرة. الكسر ومن ثم الضم ومن ثم الفتح. برافو. طيب هلأ خلينا نشوف همزة القطع المسبوقة بهمزة استفهام. يلا قريبي نشوف. كان أحد الأدباء يسير. ليش كان أحدا؟ ليش هي شو؟ أحد. أي يلا. كان أحد الأدباء يسير في الطريق ومعه ابنتاه، وقد أمسك الكبرى منهما بيده اليمنى وأمسك الصغرى بيده اليسرى، وكانتا تبكيان وتصيحان. وتصيحان. ارجيني لشوف. اي شو هالسوليتير هاد؟ نيالك يا عم.
يا هيك الجوازة يا بلا. شو على بالك حبيبتي؟ عايشة بقصر وسيارة آخر موديل. وما هيك حاسة إني مخنوقة وماني مرتاحة. هي حالتها مثل حالة ميسوم بنت بحدل يلي تزوجها معاوية ابن أبي سفيان وسكنها بقصر ومع ذلك ضلت تحن لحياة البادية. مش نعمة. بتتذكري شو قالت؟ ايه بتذكر طبعا. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقار عيني أحب إلي من لبس الشفوف. مساء الخير. أهلين أنسة نبيل، كيفك؟ دخيلك شو تقليدية؟ ايه شو أنسة وما أنسة؟ بعدين ماما مدام مو أنسة. اهلين، تفضلوا ارتاحوا، تفضلوا. شو خلص الدرس ماما؟ ايه حبيبتي، وحبيت اقعد معكم شوي. الله يخلي لنا اياكي يا رب. نحن ما بنعتبرك أمها لسلافة بس، نحن بنعتبرك أمنا كلياتنا، نحن ترباية إيديكي. وانا بكون سعيدة كثير لما بشوفكم هيك مبسوطين. شو اخبارك يا امل؟ ماشي الحال. وليش عم تسألي عن أخبار أمل بالذات؟ ليش ما عم تسألي عن منى؟ إيه منى بعرف اخبارها لانه دايما عنا، بس امل من وقت ما تجوزت ما عدنا شفناها. ايه شو اخبارك؟ ان شاء الله مرتاحة مع جوزك؟ ماشي الحال. مو باين ماشي، انا بعرفك منيح، انتي ما بتقدري تخبي مشاعرك ابدا، كل شي بيبان بعيونك. بالعكس أنا الحمد لله مبسوطة بزواجي كتير، بس سبحان الله يمكن الله مو رايد لي. بتعرفي صار لي 2 سنين متجوزة ولهلا الله ما طعمني ولد، وهالشي كتير عم ينغص علي. ايه بس 2 سنين مو كتير ابدا، في ناس بيقعدوا 10 سنين بعدين الله بيرزقهم بولد، وان شاء الله سبحانه وتعالى بيرزقك ب10 اولاد. بس الله يخليكي بتزورينا على دفعات كل مرة مع 5، وأنا مستعدة أكون الأستاذة تبعهم باللغة العربية. الله يخليك يا رب. مرحبا سعد. اهلين. شو قصتك؟ راجع بكير على البيت اليوم يعني؟ ما كملت سهرة مع حبيبة القلب؟ مين عنا؟ رفقات سلافة. ايوه. صار ليش راجع بكير؟ بالعادة بتلزق أكثر ببيت حماك أنت. كريم الله يخليك شوف لك حدا تتسلى فيه غيري. ما بدك تحكي لي بالأول شباك؟ يعني ما بدك تحل عني؟ لا تحكي لي. يا سيدي متضايق من حماتي، منيح هيك؟ هذا الصراع الأزلي بين الصهر والحماية معروف. بس حماتي أو يلي بدها تصير حماتي بالمستقبل تقلت العيار معي شوي. أوف، شو عملت؟ لك ما بدها يعني اطلع أنا وسمر لحالنا بالمرة، إذا بدنا نلتقي لازم نلتقي عندهم بالبيت وبس. يا سيدي أحسن وأوفر وأريح، مو أحسن ما تحط ما فتح ورزق هون وهون بالكفريات. حمود ربك اللي إجت منها مو منك. لك مو الحق عليك، الحق علي اللي حكيت لك. لك أنا اللي زعجني أكثر شيء إنه البنت مثل خاتم بإيد أمها، ما بتقدر تخالفها بشغلة. شو يعني بدك البنت ما تسمع كلمة أمها؟ لك لا مو هيك، أنا بدي إياها يكون لها شخصية مستقلة وما تنسحق قدام أمها. يعني تقول لها يا أمي ضروري نلتقي ونطلع أنا وخطيبي لحتى أفهمه ويفهمني أكثر، هيك يعني مو إنه تضرب هالسعلة، تضرب هالسعلة، ليك تضرب هالسعلة. ليش ما رحت لعند الدكتور لهلا؟ ليش؟ رحت أمي، قال لي الشغلة كلها شوية برد، يعني يمكن معي شوية التهاب بالبلعوم، أعطاني دواء للسعلة. كل هالسعلة ووجع الصدر من التهاب بسيط بالبلعوم؟ ايه امي هيك قال الدكتور. امي تركيه، هذا على الأم مع بيت حماه وقصدي معه 99. خذ كمان صينية اضربه. ايه ما هاتي يا رب. عجلي لك شوي معادي.
حاضر. يلا الله يرضى عليكي. يلا قوام. مرت عمو انا رايحه، بدك مني شيء؟ لا تقبريني سلامتك. سلمي على اخوكي. الله يسلمك. يلا خاطرك. مع السلامه. هذا يلي شاطره فيه، كل يوم والتاني لعند اخوها. كانت تتشاطر وتجيب لنا ولد يفرح لنا هالقلب. ايه والله يا ام فاخر، البيت اللي فيه اولاد غير شكل، والاولاد صحيح بملوا البيت ضوجه وعياط، والوحده فينا بتهلق وهي عم بتنظف وراهم، بس بيني وبينك بيفرحوا القلب. اخ يا ام عادل، امتى بده يجي هالولد حتى يزين لنا هالبيت ويفرح لنا هالقلب؟ قلت هالحكي لابو فاخر، ما في على لسانه الا كلمه طولي بالك طولي بالك. لامتى بدي طول بالي ما بعرف. يعني ناويه تجوزوه للمحروس مره ثانيه؟ انو محروس؟ ابوكم فاخر الله يسلم لكم اياه ويخليه شبابه يا حق. ام محمد امريني، خليكي بشغلك وما دخلك بهالامور. انا شو خصني؟ انت اللي فتحت السيره قدامي. يعلم الله قديش بعز الامل خانم، الله بيعلم بعزها كثير كثير. وانا كمان بعزها. انا ما بكرهها يا ام محمد، وعندي اياها بالدنيا، بس بدنا ولد، بدنا ولد يفرح قلبنا. صار لها سنتين متجوزه ولا ولد ولا تلد. اهلين. اهلين حبيبي. كيفك امور؟ طالع؟ ايه رايك ليه؟ يلا لك انت يسر، ما رح اخرك. اما تشربي القهوه وتسقي الزريعه وبعدين بترجع على بيتك ها؟ حاضر دكتور. امال بدي رجاكي، البيت مو نظيف، لا تنظفيه ولا تطبخيه ولا تعملي شيء، بكفي همك وهم بيتك. يلا دكتور ما دخلك، مفهوم؟ ولي كيف بدي اتفاهم معك انا؟ ترجع تتغدى بالبيت لاني راح اطبخ لك اليوم. وبيتك وجوزك؟ ما دخلك ببيتي وجوزي. اخذت اذن من جوزي وقال لي تغدي مع اخوك حبيبك. مثل ما بدك. يلا خاطرك. الله معك تكبرني. الله يحميك يا رب ويعني عنك. الله يخلي لي اياك يا رب. لسه بيقول لي طول بالك، ولك عم تلعب بالفواتير وبدك يعني طول بالي كمان؟ يا عمي ابو بشير خليني اشرح لك بس. شو بدك تشرح؟ الشغله واضحه ومبينه، انت زلمه حرامي. انا حرامي؟ الله يسامحك يا عمي ابو بشير. لك الله يسامحني انا، ما هيك؟ لاني انا اللي زورت بالفواتير، ولك عيب عليك، سلمتك مفاتيح المحل وامنتك على مالي ورزقي وبالاخير بتسرقني؟ هاي جزاتي يا وحيد؟ هاي جزات معروف معك؟ شو بك؟ ما تحكي؟ ليش سكتت؟ شو بدي احكي يا معلمي؟ الله يلعن الشيطان. الشيطان؟ علي جيرة انك ادهى من الشيطان. ولك اسمع لك، انا كرمال العشره والخبز والملح بس رح سامحك وما رح بلغ الشرطه عنك. بقى خود حالك وفرقنا، ورجينا عرض كتافك. عم تطردني يا عمي ابو بشير؟ عم تطردني من المحل؟ لكن شو بدك، اعطيك وسام؟ اعطيك وسام لانك سرقتني وزورت بالفواتير؟ ماشي الحال، الله يسامحك، اعطيني حسابي وخليني اتيسر. حسابك عند رب العالمين، هو اللي رح يحاسبك على افعالك واعمالك معي. اسمع لك، انت مالك عندي شي بنوب، بالعكس انا يلي الي عندك. إيه لا يا عمي ابو بشير، لا، انا كل شيء اعترفت لك فيه ووعدتك اني رجع لك كل شيء ومضيت لك ورقه، بس اجرتي هي حقي ما بسامحك فيها مشان امي واختي. واحد مثلك ما عنده لا ذمه ولا ضمير مو لازم يحكي بالحق بنوب. بقى حمل حالك وفرقنا من هون. إيه لا، مالي رايح قبل ما اخذ حقي. شو الشغله فوضى؟ بدك تاكل علي تعبي؟ انت الظاهر ما رح تمشي الا بتكسير الراس. ماشي. هات هالسماعه.
انا بعرف شغلي معك. ولك حرامي وايدك عين تحكي كمان؟